اعتقلت الأجهزة الأمنية 12 شخصا على خلفية مشاجرة اندلعت مساء أمس بين أبناء عشيرتين في بلدة الصريح بمحافظة إربد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، كما تم إجلاء 7 عائلات. وتطوق قوات من الأمن والدرك البلدة ومستشفى الملك المؤسس الذي شهد كذلك أعمال شغب وإطلاق أعيرة نارية بعد إسعاف مصابين إليه الليلة الماضية. كما يتم تفتيش المركبات الداخلة إلى الصريح والتحقق من هوية الأشخاص. تخلل المشاجرة التي لم تتضح أسبابها المباشرة بعد إحراق 3 محال تجارية ومنزلين في البلدة، وما يزال 5 مصابين يتلقون العلاج في مستشفى الملك المؤسس.